السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير أصدقائي التلاميذ والتلميذات. مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نكملوا في السلسلة ديالنا ديال وجد راسك الامتحانات الجهوية في مادة الرياضيات. كما شفنا الحلقة ديال اليوم هي الحلقة الخامسة في هذه السلسلة ديال الفيديوهات القصيرة في استعداد الامتحان الجهوي. كنخدموا على لي تكنيك البساط ديال الرياضيات بخصوص الدروس. شفنا النظمات، اليوم غنشوفوا الداله الخطيه. درنا فيديو البارح على الداله الخطيه، اليوم الفيديو الثاني على بخصوص الداله الخطيه. قبل ما نبداو ما تنساوش تدعمونا بالبارطاج وباللايك للفيديو، ولا كان عندكم شي ملاحظات ولا شي مشكل في شي درس خليوها لي في لي كومونتير. بلا ما نطول عليكم نبداو الشرح في هذا الفيديو. غادي نبداو على بركه الله الشرح. كما كتشوفوا عندي صورة العدد جوج بالدالة اف هو العدد ناقص 11. هنا شنو مطلوب منا؟ مطلوب منا نكتبوا الصيغة ديال الدالة. الدالة كنعرفوا الدالة الخطية هي اف دو اكس كتساوي ا اكس. فين هي الصورة دابا ديال الدالة؟ مثلا إلا كان عندي واحد هنا، فالصورة ديالها مثلا هنايا غادي تكون نديرو مثلا 3. المهم حنا كنعرفوا كل حاجة شنو سميتها. هذه هي الصورة 3، دابا هي الصورة العدد واحد بالدالة اف. مفهوم؟ دابا هادشي غادي نديرو هنايا عندي صورة العدد اف، يعني صورة العدد جوج فين غتكون؟ جوج غتكون هنا تساوي ناقص 11. مزيان، حنا انطلاقا من هاد العدد والصورة ديالو غنكتبو الصيغة، غنحددو الصيغة ديال الدالة. اشنا هي الصيغة ديال الدالة؟ راه قلنا هي اف دو اكس كتساوي ا اكس. هي اللي كتبت لكم غير دابا اف دو اكس كتساوي ا اكس. يعني شنو خاصنا نحددو؟ عندي اف قلنا دو اكس كتساوي ا اكس. اشنو خاصنا حنا نحددو هاد ا لا بونط، هاد المعامل الموجي خاصو يتحدد. كيفاش غنحددو؟ قلنا كنحددوه اف دو اكس على اكس كتساوي ا. هاد ا كتقسم اف دو اكس كتقسمها على اكس. هاد اف دو اكس شنو هي اف هنايا في هاد الحاله عطينا لينا صوره العدد جوج هو ناقص 11، يعني اف ديال جوج مقسومه على شحال؟ مقسومه على جوج. الصوره ديال جوج شحال هي؟ ناقص 11. نحطوها ناقص 11 مقسومه على العدد جوج. اذا ا هي ناقص 11 على جوج. اذا غادي نمشيو نكتبوا الصيغه ديال الداله اف دو اكس هي ناقص 11 على جوج اكس. متفقين؟ بهذه الطريقه نكون حددنا الصيغه ديال الداله. غادي ننتقلوا للطريقه الثانيه. الا جاك في السؤال قال لك التمثيل المبياني لاف يمر من النقطه او ناقص 3 ناقص جوج. هذه غنترجموها كما درنا هنايا. متفقين؟ لاحظ عندي هاد ناقص 3 شنو كتمثل لي هاد النقطه؟ لاحظ عندي النقطه او، هاد ناقص 3 كتمثل لي اكس، وهاد ناقص جوج كتمثل لي الصوره ديال اكس، يعني اف دو اكس. مزيان، انا كيهمني غير هاد اكس و اف دو اكس. انا كنعرف باللي الا بغيت نحدد المعامل الموجي ديال الداله اللي قلنا هو ا، كنقسم هاد اف دو اكس على اكس بحال هكا. اف دو اكس على اكس. هادشي اللي غندير هنايا. عندي اف دو اكس شحال؟ هي ناقص جوج. الوغ ا شحال غتساوي؟ هي ناقص جوج على اكس اللي هي ناقص 3. هادشي هي ناقص مع ناقص تبقى لي جوج على 3. الوغ ا هي جوج على 3. غادي نمشي نحدد الداله ديالي هي اف دو اكس كتساوي بلاص ا، هاد ا غادي ندير جوج على 3 اكس. وهكا نكون حددت الصيغه ديال الداله بطريقه سهله. راه غير كيبقاو الاسئله كيبدلوا لكم هاد الطريقه، راه نفس السؤال. شتي هاد السؤال صوره العدد جوج بالداله اف هو العدد ناقص 11، راه بحال قال لك بحال هاد السؤال نفس السؤال، كيختلف غير الصيغه كيفاش كيصيغوا السؤال. عطاو قال لك كيمر من نقطه، ها كيفاش غادي دير وتحدد ا. عطاو قال لك صوره العدد جوج بالداله اف هو العدد ناقص 11 نفس الطريقه. قالوا لك مثلا قال لك اف الصوره ديال 3 مثلا هي 13، فغتمشي تقسم الصوره 13 غتقسمها على 3 فهي غتعطيك ا.
هكا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. كنتمنى تكونوا فهمتوا الشروحات اللي كاينه في هذا لا فيديو. فالدوال الخطيه هو درس اللي غيتبعكم حتى البكالوريا، يعني هذه هي البدايه ديال الدوال لي فونكسيون لينيير، وغنشوفوا لا فونكسيون افين. من بعد غادي نشوفوا الدرس ديال الاحصاء، واخيرا غنشوفوا لا جيومتري دون ليسباس. غادي نخلي لكم واحد الطريقه باش تحددوا لي الصيغه ديال الداله خطيه. غنخلي لكم سؤال. عندنا اف دو 5 اف 5 كتساوي 6، يعني الصوره ديال العدد 5 هو 6. خرجوا لي هنايا الداله الخطيه كيفاش غادي تكتب بدلاله اكس، كما درنا هنايا كما درنا هنايا. قبل ما نسالي لا فيديو، كنتمنى الا استفدتوا من هذا لا فيديو تدعمونا بالبارطاج ديالكم، تخليو لينا جيم ودي كومونتير، وبيكم باش غادي نستمروا ان شاء الله حتى الليله ديال الجهوي ان شاء الله. وغادي يكونوا ان شاء الله مباشرات، غنبداوهم ملي غادي يقرب الجهوي ان شاء الله. ولكن نبغي الدعم لي جيم لي فيديو باش نستمروا معكم الى نهايه الموسم ان شاء الله. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. الله يعاونكم.